السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدي قناة تامر أبو المعاطي ممنوع من العرض. معكم دلوقتي فيلم بدون زواج أفضل. بوسي عايشة مع زميلتها وأم زميلتها في بلد، لأن أخوها الوحيد سمير صبري شغال يعني طيار في بلد تاني. معاها في الشغل صلاح السعداني، راجل محترم جدا وحنبلي يعني. وهي بتتعرض لحاجات كتير جدا رخامة. يعني هنا مثلا ده بيحاول يعكسها. صلاح السعداني طبعا بيجيب لها حقها. صلاح السعداني محترم جدا جدا بيحبها. ودي بقى اللي هي قاعدة معاها. بتعرض نفسها كتير لحاجات كتير غلط كده للناس وبتاع. بعد كده بقى هيظهر هنا سيد زيان هيلعب في دماغ صلاح السعداني، ويقول له لا اضحك عليها، وهيمثل دور ان هو ابو صلاح السعداني. وقال يعني رايحين يخطبوها. صلاح السعداني بيحبها جدا، وبعدين برضه سيد زيان هيلعب في دماغه اكتر واكتر. يعني انه يحاول ايه يستدرجها للبيت ويقول لها ان ابويا تعبان. هيروح لغاية البيت لغاية لما يقوم فعلا ايه يتعدى عليها بجد، وهتشوف بعينيها ايه سيد زيان وهو مركب دقن وعامل فيها كده. هتزعل طبعا من صلاح السعداني، وهتسيب البلد وهتسافر لأخوها هو الطيار. في الطريق هتقابل نور الشريف هيعاكسها وكده. سمير صبري هنا هو اخوها بقى، وماشي مع ناهد شريف واحدة من المشاهير. وبيحبها. هي هتكون بقى يعني اتبدلت شنطها مع شنط نور الشريف. هيجي لها ويتعرف عليها وكلام من ده. هتيجي ترجع البيت هتفاجأ بفؤاد الفيشاوي جاي في لقطة شرف كده، قال يحاول يعاكسها وبتاع، قال هو شريك اخوها في الايه في السكن يعني. وهتفاجأ براجل عجوز كمان في الشغل بيتعدى عليها. هتغير فكرها خالص بقى عن الموضوع ده، وتعمل زي بقية البنات. هتبعت لنور الشريف تجيبه البيت، يحاول يجي يتعدى عليها، فهيلاقيها بتعيط ويعرف انها مش بتاعت الكلام ده خالص. في الوقت دوت وهو بقى يعني خلاص بيعترف لها بقى بحبها وانه هيحبها وبيحبها وكده. هيظهر هيخبط عليهم صلاح السعداني. وجاي بقى لانه على فكره صلاح السعداني بطل الفيلم على فكره يعني. ويخش عليهم هيفتكر نور الشريف اخوها، هيسلم عليه وازيك ومش ازيك وبتاع وكلام من ده. في دخلة اخوها بقى فعلا سمير صبري هيتخانق مع ده ويتخانق مع دوت. يعني موقف كوميدي كده شوية. صاصة يقول لها لما عايزك تقول له لا انا خلاص انا هتجوز نور الشريف. وفعلا هتتجوز ايه هتحب ويتفقوا على كده. وسمير صبري هيتجوز ديت، وصلاح السعداني هيتجوز صاحبتها، ويخلص الفيلم.